مرحبا لجميع المتابعين. طبعا اليوم بدي افرجيكم كيف تصلح هاي الايد بس تبطل تنزل وتطلع. هاي الايد شو اللي بيكون الخلل فيها؟ في نوعين من الخلل، انا بدي افرجيكم خلل وبنزل كمان مقطع للخلل الثاني. خليكم تابعونا. هو دائما الخلل بيكون دائما بالنوعية هاي. هون بكرب هدول في سياخ طوال، هسه من طولهم نفرجيكم شو السبب اللي بيكون. هاي السياخ بتكون فالتة جواتها. انا نفرجيكم طريقة سهلة كيف ترجعوا السيخ مكانه بهاي الشغل. اول شي هون بيكون في عندكم 4 براغي. هاي البرغ الاول بنحله، هذا البرغ الاول. طبعا حلهن سهل. هو حلينا البرغ الاول وبنحل البرغ الثاني. ها بفرجيكم وين ترجعوا السياخ وكيف ترجعوهم بالضبط على مكانهم، شو اللي بيكون فالت بقلب السيخ. وهالبرغ الثاني البرغ الثاني الحل الثالث أو الرابع. هاي حلينا ال4 براغي. بنحل هاي عادي، بتفكها هاي هيك عادي. هاي عندنا سياخ، شايفين هاي السياخ؟ هذا السيخ شايفينه؟ هذا السيخ لازم يكون قاعد على هاي، شايفينها؟ هاي بتكون أمرار محلولة من السيخ. هيها شايفينها؟ هاي بتكون أمرار محلولة من السيخ. هيها هاي القطعة بنرجع هاي على السيخ، نتأكد إنها هاي موجودة بالسيخ وبنرجعها هيك. وبنيجي على الثانية نتأكد إنها هاي القطعة البلاستيكي. هاي شايفينها؟ هاي تكون على السيخ هنا وبنرجعها. في نوعية سياخ بتفلت هاي القطعة البلاستيكية عنها، بس احنا بنرجعها على السيخ. هاي بندخلها على الأخير وبنرجعها على السيخ وبنرجع هاي مكانهن. هسه هيك كيف نجرب؟ هاي تكبس تطلع بتنزل وتضغط على السيخ هيك تطلع وبنزل. بعدين بنجيب هاي بنرد نرجعها مكانها. هاي بنحطها هاي مكانها هون. هاي بندخلها هون. ونجيب هاي كمان مكانها هون. وبننزلهن. بنرجعهن 2 هون. وهيك طبعا بعد ما ركبنا البراغي وشديناهن وركبناها بالقاعدة، هالإيد بتطلع وبتنزل زي الأول. اعملوا لنا لايك ومتابعة على القناة. وفي كمان مقاطع كيف تحل الرقم السري تبع شنطة السفر. هذا الرقم في كمان مقاطع بالقناة، فوتوا عليه. أول مقطع بتلاقوه هون على طرف الفيديو. وشكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.